السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي ينتصر على إنبي 3-2 بعد تأخر 2-0، نرجع 3-2 بريمونتادا. بالراحة شوية بقى على عموتة، يعني مش عايزين نطلع بقى ونزودها على عموتة وننتقد عموتة. والشوط الأول اللي ما لعبوش، ما جيناش الشوط الأول خالص، ما جيناش. الجون الأول يجي لك غلطة من شوبير، غلطة من كريم فؤاد، يعني غلطات كلها غلطات، أخطاء فردية، أخطاء فردية في الدفاع. فأنت ما تفهمش إيه اللي حصل في الشوط الأول. الشوط الثاني بقى، او من بعد الكولينج بريك اللي في الشوط الاول، بعد ما عموته زعق للعيبه، اللعيبه اتقلبت 180 درجه. بقينا بنشوف تيكي تاكا، لعب على الجول، لعب مباشر. الاهلي بدا يلعب، بدا يحاول. وعموته عايز يفهم 3 نقط بس، ومع الوقت هيعرفها. مع ما يتعرف على اللعبه هيعرف تشكيلته الاساسيه هتبقى ايه. اولا طاهر محمد طاهر ما يبقاش في التشكيله، عايز تنزله تبديل نزله، بس طاهر محمد طاهر مش في التشكيله الاساسيه. ده اول حاجه عايزين نشوفها. كوكا ما يلعبش جنب مروان عطيه، ما يلعبش اصلا، كوكا ما يلعبش. يعني كوكا ده مش اساسي، ما نشوفش كوكا اساسي. تاني حاجه كريم فؤاد ده مش مكانه. يعني ده لو خرجنا من الماتش ده بثلاث نقط، غير 3 نقط الفوز، فهم ال3 نقط دول. طاهر محمد طاهر مش اساسي. ده اول حاجه. تاني حاجه كريم فؤاد ده مش مركزه، ما تلعبوش في الحته دي، ما تلعبوش خالص. يعني انما ده مش مركزه. الدبيس عرضياته دواء يا راجل، دواء عرضيات الدبيس. وعندك توفيق محمد وكمان ده عرضياته دواء هو كمان. فدي مش حته كريم فؤاد ما تلعبوش فيه. وكوكا ما يلعبش في خط نص الملعب، ما يلعبش. يعني مش عايزين كوكا يلعب اصلا، مش عايزين نشوف كوكا، لانه مؤذي للعين. اتسبب في الجون اللي دخل فينا النهارده كوكا، اتسبب في الجون الاول وهو وشوبير. يعني الكره تفلت من كوكا، ما يعرفش يطفشها، تيجي الكره بتاع انبي يحطها، تدخل بالايد شوبير. فاحنا رجعنا يعني. هل الشناوي نقل ايده لشوبير ولا ايه اللي حصل؟ ما تفهمش. يعني الشناوي متالق عن شوبير الفتره ديت، يلعب. المتالق يلعب. حسين عموته يشوف التدريبات البسيط ده احسن يلعب. مش لازم شوبير، لازم يعرف انه لما يغلط هيقعد. لازم يعرف انه مش هو الاكبر من الاهلي، او هو الحارس الاول، او هو اللي ياخد الفلوس اللي هو عايزها. لا، في الشناوي. فانت مش هتلعب، اقعد، الشناوي ينزل عادي، مش فارقه خالص. فبدا التشكيله في شوبير اللي غلط النهارده في جول. انما الجول الثاني اللي يسال عنه شوبير، كره الدفاع ملعوبه في ظهر الدفاع، في ظهر هادي رياض، دخل وحطها ارتوف شوبير حلوه. فالجول الثاني اللي يسال عنه الا هادي رياض. انما الجول الاول كوكا وشوبير. كريم فؤاد قلنا زي ما قلنا ما يلعبش في الحته ديت خالص، يا ما يلعبش، يعني يلعب مكان محمد هاني يا ما يلعبش. بس يبقى بدل محمد هاني، ده اللي انا عايزه من كريم فؤاد، غير كده مش عايز منه حاجه. عمرو الجزار اللي قلت لك الحلقه اللي فاتت انه مدافع متوسط، بقول لك دلوقتي ان عمرو الجزار قابل للتطور. بقول لك دلوقتي ان عمرو الجزار مدافع جيد، يقدر يجي منه ثنائيه جنب مدافع يغطي عليه. زي مين؟ زي اشرف داري، مش زي هادي رياض. مش عاجبني هادي رياض. واحسن حاجه في عمود ان قاعد ياسر ابراهيم. هتقول لي ياسر ابراهيم مش عارف ايه ورجوله، على عينه وعلى راسه، بس ياسر ابراهيم اخطائه كارثيه زي هادي رياض بالظبط. ما يفرقش، ما يفرقوش. يعني هادي رياض مش الواو على ياسر ابراهيم، فما يفرقوش. يعني مش هتلاعب ياسر ابراهيم في الحته الدنيا هتتحسن. الموسم اللي فات انت كنت بتلعب بياسر ابراهيم برضه، وايه اللي حصل؟ انت بتستقبل هدفين النهارده بهادي رياض وعمرو الجزار، مش راكبه على بعضها. فانا اتمنى مع عوده اشرف داري يلعب جنب الجزار واتفرج على الدفاع. محمد هاني كان متوسط. محمد هاني كان متوسط، ما كانش بتاع كاس العالم. محمد هاني تحسه مش قادر، تحسه مرهق، تحسه تعب من ماتشات كاس العالم. فلازم محمد هاني يتاهل بدنيا، وعادي يقعد عادي وينزل كريم فؤاد. مش لازم محمد هاني يلعب طول 90 دقيقه، لان شايفه مجهد جدا. الموسم اللي فات بيلعب كل الماتشات اساسي، وراح مع المنتخب لعب اساسي، فطبيعي ان المستوى ده يقع. مين بقى اللي زيه بيلعب كل الماتشات اساسي وراح المنتخب اساسي؟ مروان عطيه. مروان عطيه اللي ادى صاروخ النهارده. ايه ده؟ ما شفناش الصاروخ ده في الاهلي من بقاله كتير. حاجه النهارده شفناها كمان، اللعيبه بقت تشوط من بره منطقه الجزاء. ايوه لازم الجرأه اللي احنا نشوط من بره منطقه الجزاء، يمكن واحده تيجي. مروان عطيه كان بيخاف شوط في الاول، مروان عطيه بيخاف شوط، لكن النهارده ادى قذيفه. صاروخ، صاروخ من مروان عطيه، مستواه ثابت. مفسد هجمات الخصم، بيقطع ويلعب لقدام. فمروان عطيه ده مستواه ثابت، مروان عطيه ده 10 على 10. كوكا زي ما قلت لك مش عايز اشوفه، يلعب بعلي محمود. مروان عطيه، علي محمود، زيزو. مروان عطيه، علي محمود، زيزو. امام عاشور رجع وجدد ولعب، ما رجعش، ما مش قصته. ما حدش من الاداره بيوضح. طب وضحوا لنا يا جماعه، يعني امام عاشور موقفه ايه؟ مش راضي يلعب، مش راضي يجدد، مصاب ولا مش مصاب؟ نعرف ننتقد ولا لا؟ انا مش عايز اتكلم بكلام باطل. مش عايز اطلع انتقد امام عاشور ويكون مصاب وعادي وجاهز ومصاب وقاعد عشان مصاب، والماتش الجاي يخف ويلعب ويقدم اداء حلو ونطلع نشكر في امام عاشور.
مش عايز برضه اشكر في امام عاشور واقول لك وهاجم الناس اللي بتنتقده، لا احنا عايزين حد يوضح لنا موضوع امام عاشور ده عشان ما حدش فاهمه الصراحه. زيزو ادى ماتش النهارده تحس ان زيزو برضه حاجه مختلفه كده، مهما كان اداؤه مش اتحسن قوي بس اداؤه اتحسن، وشخصيته كمان يعني بقى بيلعب مرتاح، تحسه ارتاح في الملعب، تحسه مش زيزو المضغوط بتاع الموسم اللي فات، لا تحس زيزو ارتاح شويه، تحس زيزو هيرجع زيزو هيرجع زيزو، خدها منه ويحسبها عليا، هيرجع زيزو. طاهر محمد طاهر قلت لك ده ما يلعبش جناح اساسي، هتلعب في الحته دي برضه. بكرار مش حاسه قوي جناح، يعني بكرار حاسه اللي هو تحت راس الحربه، عارف اللي هو بروفايل جراديشار كده، اللي هو تحت راس الحربه، ولا جناح ولا مهاجم صريح، لا تحت راس الحربه. انا مش عايز بكرار جناح. انا يا راجل عايز اسالك سؤال، هل طاهر محمد طاهر احسن من محمد عبد الله؟ هل طاهر محمد طاهر احسن من عمر سيد معوض؟ يعني الاثنين دول تستبعدهم؟ طب دخلهم حتى يا اخي، حطهم في السكواد. خلي طاهر محمد طاهر بديل لبن شرقي، اللي مالوش اللي تناه يلعب مالوش بديل الا لما ينزلوا حسين الشحات فين. اشرف بن شرقي ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. رجل المباراه النهارده، لعب ماتش حلو قوي بن شرقي، رجع بن شرقي بتاع زمان واتحرر مع، تحس ان اللعيبه اتحررت مع موته كده، يعني تحس اللعيبه اتحررت وسيبوا الراجل يشتغل. الراجل هيفرق بشخصيته القويه اللي شفناها النهارده، لا احنا كنا محتاجين الشخصيه دي بجد، شخصيه عموته ديت احنا كنا محتاجين. بكرار بدا الماتش راس حربه وكان طاهر هو اللي جناح وبن شرقي جناح، بعد كده لما دخل في الماتش شويه بقى جاب بكرار جناح وطاهر اللي قدام الناحيه الثانيه وبن شرقي راس حربه، بعد كده نزل من جديد هو اللي راس حربه. اللي ايه الاسيست اللي عمله ده؟ ايه الاسيست اللي عمله ده؟ من زمان ما شفناش لاعب في الاهلي او في الدوري المصري بيعمل الاسيست ده. كعب بحنيه القفشه اللي ما كنت خايف لا يلف ويدور ويشوف منه ويرفع لهم ايده ويشوف منه هيلعبها له، منه فتح له، لا قفشه حطها على طول. فده اللي كنا منتظرينه من قفشه، يعني ده اللي كنا البديل الذهبي او صاحب القضيه في دقايقه دي، دقايق قفشه تيجي الدقيقه 90 دي دقيقه قفشه. فبن جديد اداله حته كعب حطها في الجول. وطبعا زيزو جاب الجول الثاني من ضربه جزاء صحيح، ضربه جزاء صحيح، والحكم ما قدمش ماتش اللي هو يعني جيت في اخر دقيقه ادى كره فاول لانبي، لا قدر الله لو كانت جت كان هيبقى التعادل، وهي ما فيهاش اي ريحه الفاول اصلا، ما فيهاش اي ريحه الفاول. ضربه الجزاء ضربه جزاء صحيح، 3 اهداف بريمونتادا بلسه شويه على عمودي. هتقول لي مع الجانب الثاني مدرب بيراميدز مكوينه لسه جديد اول ماتش له، نزل ضرب غزل المحله 3-0 واتلغى له جونين وضاع 3 زيهم، كان يطلع من الماتش 7-0 عادي ما يشغلوش يعني. اقول لك ما هو عامل كده بجد. ده ماتش حلو، يعني احنا مالنا ومال بيراميدز، يعني الاهلي خلاص لعب النهارده عمل ريمونتادا. لسه بقى اهي بيراميدز طالع من موسم حلو، يعني بيراميدز طالع من موسم حلو بالنسبه له، مش حلو كبطولات وكده، لا حلو بالنسبه له. فبيراميدز اصلا مستواه كان حلو فبيحلو يعني عادي، انما احنا مستوانا كان واقع، فواحده واحده هنطلع. مفيش حد بيطلع السلمه على طول، لا لازم هتعدي على سلالم علشان توصل للبيك بتاعك، للقمه بتاعتك، للمستوى المعهود بتاعك. الموسم ده احنا هناخد دوري بسهوله، ناخد كونفدراليه بسهوله، ناخد كل البطولات بسهوله. انا متفائل بحسين عموته بعد الماتش شفت النهارده ده. هتقول لي ماتش متوسط ماتش وحش، لا انا متفائل. هو لسه بيتعرف على اللعيبه، لسه هيقتنع ان طاهر مش جناح، بعد ماتشين 3 هيقتنع ان طاهر مش جناح اساسي، بعد ماتشين 3 او اذا كان مش دلوقتي هيقتنع ان كوكا ده مش مكانه، هيقتنع ان كريم فؤاد كوكا ده مكانه بس كوكا كده كده ما يلعبش كمباراه نقطيه، يعني ما تلعبش في 60، انت مش داخل تلعب ريال مدريد ولا برشلونه، انت بتلعب بشرقيه انبي. والناحيه الثانيه كريم فؤاد مش حتته، بتعمل بزياده عاديه في الهجوم، بيتحول لجناح، واشرف بن شرقي بيخش، بتكون عامل 5 مهاجمين، بتدخل كريم فؤاد مهاجم، بس انت كده ما بتلعبش بباك شمال، انت كده ما عندكش باك شمال عشان تبقى الامور واضحه يعني. فانت ما تلعبش بستتين، نلعب بسته واحده و8 و10. تمام. فوز مهم، 3 نقط مهمين في الدقيقه 90، ماتش حلو، ريمونتادا. طعم الاهلي رجع بقى، طعم الاهلي رجع، مدرب اللي يقف يزعق على الخط ويدي حماس للماتش، اللعبه اللي تلعب بحماس وروح قتاليه، هو ده الاهلي اللي نعرفه. كده تكون قصه حلقتنا النهارده. السلام عليكم.